مهمه وفوز هو الاهم السنه دي للنادي الاهلي. النهارده كنا بنلعب تحت ضغط عدم وجود الجماهير، وعدم وجود الجماهير دي مش يعني دايما جماهير النادي الاهلي ما بتعملش ضغط على فرقتها، يعني في فرق في جماهير بتعمل ضغط على فرقتها، لكن احنا الضغط اللي عندنا النهارده ان احنا بنلعب من غير جمهورنا، ده الضغط بتاعنا. كمان الضغط اللي اعتقد ان هو كان مؤثر جدا بالنسبه لنا هو الثلاث انذارات في اول 10 دقائق، ما بتكلمش على الانذارات لو مستحقه، لكن الكارت الاحمر اللي خده وائل جمعه، شوف الكره اللي قبلها على طول فاول صريح جدا لسيد معوض. كمان كابتن ضياء السكران، يعني انا كل سنه له عندنا واحده كابتن ضياء السكران، مفيش اوضح كل سنه، يعني راجع السنه اللي فاتت الانتاج الحربي في الدور الاول يعني بتاعت فرانسيس، مش ممكن مفيش اوضح من كده. النهارده بتاعت عبد الله السعيد، يعني ما انا شايفها في الملعب، يمكن في التلفزيون هتبقى اوضح بكتير، مش ممكن ده قدامه، يعني هو كمان يا ريته الناحيه الثانيه فمش هيبقى شايف، ده قدام عينيه. الجهاز الفني كان منفعل جدا طوال المباراه على قرارات الحكم كابتن سيد. يعني انت مضغوط يا فيصل، قدامك بتلعب بسردباكين، اول 8 دقائق عندهم 2 انذار وبعدين كارت احمر وهي فاول. ما بتكلمش على قرارات التحكيم لو صحيحه مليون في الميه، ما بتكلمش كده، لكن كابتن جهاد جريشه دايما حاططنا تحت ضغط، دايما. السنه اللي فاتت جبنا جون في الاتحاد السكندري وراح طارد حسام غالي على طول مباشره. لو حقيقي ما فيش مشكله اطلاقا بالنسبه لي، كابتن ضياء السكران بدل النتيجه ما تبقى 2-0 يصعب عليه انها تبقى 2-0. يعني الحمد لله على المكسب والحمد لله على الاداء، وبشكر اللعيبه جدا جدا على الروح اللي ادوا بها اللقاء رغم صعوبته ورغم عدم وجود المسانده الجماهيريه بالنسبه لنا. وانت عارف يعني ايه وانت بتلعب الاسماعيلي من غير جمهور، عارف يعني اهو متعه كره القدم اصلا، يعني كره القدم ما لهاش اي لازمه لو ما فيش جمهور يعني. كابتن سيد